السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للاخر. بدأنا يومنا كده بنشاط. قررت ان انا ابدأ اليوم بدري وقلت ابدأ كده اشغل الغسالة بقى، ريحة ان الانتعاش والنظافة تملى البيت كله، وابدأ اشوف انا هعمل ايه، لاني كنت خلاص يعني ناوية ان انا اسيب البيت كام يوم كده، فقلت انضف قبل ما امشي، فلازم اخلص اللي ورايا بدري بدري. فقمت قلت كده الحق اليوم من اوله. شغلت الغسالة وبدأت كده ان انا اشيل الكفرات اللي في الريسبشن. انا ما شلتهاش بصراحة من ساعة ما غيرت نظام الريسبشن. كنت بشفط بالمكنسة بس وبمسح السيراميك الظهر، ولكن هنا كده كنت خلاص شلت الكفرات بقى، وقلت اكنس الارض كنس حلو كده، وابدا ان انا امسح الشرشوب. زي ما انتم عارفين محطوط عليها نقطة بريكس. انا ببدل بين البريكس والكلوريكس الوان. بصراحة الاتنين ما شاء الله بيدوا نفس النتيجة وبيدوا ريحة حلوة طبعا. وبحط سنة معطر بتاع أرضيات، هو تقريبا عامل 10 جنيه يعني مش غالي، وبيقعد معايا حبة حلوين. يعني ممكن في الشهر مثلا استخدم عبوة عبوة ونص، ما بستخدمش اكتر من كده يعني. فهنا طبعا قلت ايه، ابدأ اشغل قرآن واشغل بخور كده في البيت علشان خاطر الواحد اعصابه تهدى، وابدا اشوف انا هعمل ايه. لان طبعا انا صحيت بدري، فصحيت بدري يعني نعمل فطار ونعمل غدا وندخل في العشاء. وبصراحه كنت عايزه اشوف الحاجه اللي عندي في التلاجة علشان ما تبوظش. والطبق ده كده كان فيه كانتالوبايه وبرتقان وبنجر، فقلت عايزه اخلص الحاجه دي قبل ما امشي عشان ما اسيبهاش وارجع الاقيها بايظه. فكده الحمد لله الريسبشن كان تمام. انا كنت كلمتكم الفيديو اللي فات ان هو الحمد لله انا اخيرا لقيت يعني دكتوره تشخصني صح في التعب اللي انا مستمره فيه بقالي 15 شهر تقريبا. فطبعا كنت محتاجه فتره نقاهه ومحتاجه ان انا ارتاح. فقلت بقى بعيدا عن البيت وعن الروتين وكده، فاروح بقى ايه اقعد عند امي، ارتاح لي بقى كام يوم كده ونظبط دنيتنا. لان انا بجهز حاجة الشهر كلها عند امي بالمناسبة. يعني ان طبعا هنا بعمل الاكل كده بمعجزة من خديجة، زي ما انتوا بتشوفوا كنتوا شفتوا معايا في الفيديوهات اللي فاتت. انا مثلا بيبقى عندي البصل متفرز، الجزر متفرز، الفلفل الالوان، اللحمه متعصجه ومتفرزه. البانيه بيبقى معظم الوقت بيبقى متبل، لو مش متبل ده عشان مثلا انا المكان اللي انا بجيب منه، هي الست اللي احنا بنتعامل معاها بتكون عامله الحاجه ومفرزاها. يعني هي بتبقى مجهزه البانيه بس هو بيبقى فريش، يعني لان هم ما شاء الله اصلا هم اللي بيوزعوا على المنطقه كلها عند اهلي الفراخ وكده. فطبعا انا بجهز تقريبا كل حاجه ممكن تتجهز بجهزها عند اهلي، وبخلي حاجات بسيطه بس. زي ما شفتوا معايا في الفيديو كده، طبعا كنت خلصت الريسبشن ودخلت على المطبخ. لقيت المطبخ كان في حاله انهيار. قلت طبعا هنصحينا بدري، انا هنعمل فطار. فحطيت البيض يتسلق كده. هو انا مخصصه البتاعه دي للبيض، انا جايباها من ماما فمخصصاها للبيض بس مش بعمل فيها اي حاجه تانية. وهنا كده كنت حطيت جبنه وبيض وقطعت خضار وسخنت التوست في الفرن. وجهزت طبعا، طلعت ازازه ميه ساقعه لان اليوم كان بادئ حر جدا. والحمد لله كنا فطرنا. وهنا ده كان الغسيل، كان خلاص الدوره بتاعت الغساله خلصت. وهنا كده كنت بوريكم ان انا الحمد لله نشرت، والدنيا كانت شمسة قوي. فطبعا بما اني كنت بفضي البيت علشان خاطر يعني مفيش حاجه تبوظ، فكان عندي تفاح كده بلدي قشرته وقطعته تحت كده زي ما انتم شايفين، وسلقت بنجرتين كده، وقطعت البرتقال اللي كان عندي، ودي ميه البنجر بحطها في يوم. زودت سكر وقلت اعمل المشروب ده اهو يرطب علينا. والتلج طبعا هيخليه ساقع وحلو. فكده كنت جهزت العصير وقلت اطلع كده اروق على نفسي واشوف انا هعمل ايه. طبعا ما اقولكوش غرفة النوم، يعني انا كنت لسه عاملاها معاكم من كام يوم. طبعا يعني خديجة دي هي كده الأوضة في أروق حالاتها، لأن هي ما شاء الله دلوقتي بتعرف تفتح الأدراج، فبتطلع لي كل حاجة، ما بتسيبش أي حاجة في مكانها. وطبعا احنا عارفين عشان صيف وحر وكده، فالملاية تقريبا يعني بتتغير، يعني كيس المخدة بيتغير يوميا. الملاية بقى بسيبها يوم يومين 3 بالكتير، ده لما ببقى مكسلة مثلا. فهنا كده طبعا كنت غيرتها وحطيت الملاية دي. هي اللي عليها ده لحاف صيفي وشين، انا كنت حطيت معاكم الوش ده قبل كده. وحطيت دلوقتي الوش التاني اللي هو فيه ورد وفلوري كده، وفيه وش اللي هو الابيض في اسود ده. طبعا حطيته
قلت بقى الجو حر، وبصراحة يعني ربنا يكون في عون الناس، وبالذات الناس اللي في الأدوار العالية، لأن الموضوع فعلا في الصيف مميت يا جدعان. الواحد بيبقى في التكييف وصحي والله عرقان، عشان كده أنا بغير الملاية. فكان طبعا عايزة أخلص بقى، ما عنديش حاجة في التلاجة، عايزة أنجز وأعمل أي أكل. فقلت بقى إيه، أعمل شوية كشري اسكندراني كده، وضحركت كام بيضة كده، وعملت طبق سلطة، وقلت الحمد لله بارك الله فيما رزق كده، علشان خاطر نبقى فضينا بقى التلاجة من كله، من البيض ومن كله، ما فيش اي حاجة بقى. وعلشان خاطر ان شاء الله نبدأ بقى نجيب مشتريات الشهر كلها مع بعض، والتجهيزات والتفريزات اللي انا بعملها هشاركها معاكم ان شاء الله الشهر ده. فكده الحمد لله ده كان الغدا والعشاء في نفس الوقت، لان احنا يعني اتأخرنا قوي في اليوم ده في الاكل. وهنا كنت كده قلت اقلب تحت السرير في الحاجات المركونه، فلقيت الشفشة الازاز ده ما شاء الله الغطا بتاعه بلاستيك وجميل، فقلت خليه كده، الواحد بيبقى محتاج فعلا كميه ميه كبيره، الازايز دي مش مكفيه خالص. فقلت ان شاء الله بعد كده نبقى نعمل فيه ميه كده بشويه حاجات كده دلع ان شاء الله نعملها مع بعض. وبالصدفه لقيت الطقم المجات القمر ده مع بعض، انتوا شايفين اصلا كميه الورد اللي عليه، قمر قمر، هو اتنين مع بعض. يعني انا بحاول انا افتكر انا اشتريته من كام سنه، انا شاريه من زمان قوي، ولقيته في البوكس العسول بتاعه ده، فقلت ان شاء الله باذن الله نبقى نستخدمه مع بعض. طبعا انا قلت اشارك معاكم الحاجات اللي انا لقيتها دي، ان الحمد لله كنت كده خلصت بقى، وحتى شطبت المواعين بعد الاكل على طول، علشان خاطر ما يبقاش فيه ما بقاش ماشيه وسايبه حاجه. ولقيت الصينيه النحاسي دي ايدها جولد كده، يعني عجبتني قوي ما شاء الله. ف ان شاء الله ده كده بقى كان تاني يوم الصبح، كنت خلاص بقى مروحه، فقلت اشارك معاكم كده الفلوج، انا ما اقولكوش يعني. كنا خلاص طلبنا اوبر، وزي ما بوريكم الشنط والبامبرز احنا كنا اصلا مجهزينها بقالنا يومين، كنا كل ما نيجي نمشي تحصل حاجه، فالحمد لله اخيرا بقى كنا خلاص مسافرين. وهسيبكم كده بقى مع منظر الكورنيش كده، كورنيش المعادي بقى وانا ماشيه. يعني بجد ربنا ما يحرمش حد يا رب من اهله، وربنا يبارك لكم في بيوتكم وفي اهلكم يا رب. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، مع الف سلامه.